اعتصام 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 ضد الفقر ضد الجوع ضد الفقر ضد الجوع الراتب عمره اسبوع والباقي فقر وجوع والباقي فقر وجوع شلومو وحوبو عامهم يقروا شاريرو. يا أبناء وبنات محافظة الحسكة الأكارم، يا من ترفعون أصواتكم في وجه القهر والفقر، تحية تقدير وإكبار لكم، وأنتم تقفون اليوم في ساحات القامشلي مستمرين في حراككم الشجاع ضد الكارثة الاقتصادية والمعيشية التي تنهش أجساد عائلاتنا. نحييكم وأنتم تواجهون بأصواتكم الحرة صدمة الارتفاع الجنوني للأسعار وفقدان المواد الأساسية وتراكم عقود طويلة من التهميش والإقصاء الممنهج الذي عانت منه محافظتنا المعطاءة. أيها الإخوة والأخوات، دعونا نؤكد من هنا من قلب القامشلي للعالم أجمع إن هذا الاحتجاج ليس ساحة لتصفية الحسابات السياسية مع أحد، وليس مناسبة للاستعراضات الجوفاء أو الهتافات العابرة. إننا نواصل هذا الحراك لننتزع حقوقنا ولنتعلم معا كيف ندافع عنها، حقنا في العيش الكريم على أرضنا، وحقنا في صون كرامتنا التي استبيحت بالفساد والنهب وصفقات الغرف المغلقة التي يديرها تجار الأزمات وأمراء الحرب من هذا الطرف أو ذاك، أولئك الذين لا دين لهم ولا طائفة ولا قومية سوى مصالحهم وجشعهم على حساب جوع أطفالنا. أيها المحتجون والمحتجات، إن أقوى سلاح نملكه اليوم هو استمرارنا، وضمانتنا الوحيدة هي وحدتنا. ويجب أن ندرك تماما أننا لسنا وحدنا في هذه المعركة، فنحن الامتداد الطبيعي لحركة شعبية عريضة وتلقائية تمتد على كامل خريطة البلاد، تتردد أصداءها وبأشكال وصور مختلفة في مواجهة كل من تسبب ويتسبب في الأزمات الخانقة التي تعصف بتفاصيل حياتنا اليومية وتنادي بالتغيير والعدالة. إنكم اليوم بوقفتكم هذه تمثلون صوت مئات الآلاف من المفقرين والمقهورين والمهمشين في كل شبر من هذه المحافظة، من ديريك والقرى المنكوبة في جنوب الرد والشدادة إلى القامشلي وعامودة والدربيسية وصولا إلى رأس العين وتلتمر والحسكة. يا أهلنا، إن المعاناة واحدة والجوع والقهر لا يميزان بين هذا وذاك. السوريون جميعا يدفعون ثمن سياسات السوق المنفلتة وتحرير الأسعار وإطلاق يد التجار وإنهاء الدور الاجتماعي للدولة. لذلك ندعوكم اليوم إلى التلاحم والتوحد خلف مطالبكم المحقة ومصالحكم المعيشية المشتركة ومصيركم الواحد. إن احتجاجنا ليس دفاعا عن حقوقنا الحالية فحسب، بل هو أيضا خط الدفاع الأول عن مستقبل أبنائنا وأحفادنا ليجدوا وطنا يحترم إنسانيتهم. أيها الأحرار والحرائر، في زمن الانكسار هذا وفي ظل هذه الظروف المصيرية الصعبة يصبح الصمت تواطؤا والانكفاء خنوعا. من العار أن تمر هذه المرحلة الكارثية من دون أن نحتج، ومن المخجل أن نسكت عن الظلم وألا نصرخ في وجه الفساد. عاش صوت الشعب حرا هادرا، والنصر لحقنا في الحياة والكرامة.